أهلا بكم في قناتنا. النهاردة رجعنا لكم بفكرة أفلام جديدة وقائمة ممتعة وشيقة كلها إثارة ومغامرات. قائمتنا هيكون فيها النهاردة أفضل 10 أفلام عن سرقة البنوك. كل فترة بحاول أجيب لكم مسلسلات وأفلام جديدة شيقة تتابعوها وأرتبها لكم من الجيد جدا إلى الممتاز، فكل فيلم في هذه القائمة جدا ممتع. قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. أول فيلم معانا هيكون فيلم ذا بانك جوب، فيلم بريطاني تم إصداره عام 2008 وهو فيلم عن قصة حقيقية تمت بالفعل في لندن عام 1971. هذا الفيلم على نسبة تقييم 7.2 على شركة IMDb الشهير، ونسبة تقييم 74% من جانب الجمهور على موقع روتن توميتوز. الفيلم بيحكي عن تاجر اسمه تيري بيتفق مع صديقته مارتين على سرقة بنك لجني الأموال سريعا عن طريق حفر نفق تحت الأرض للوصول للبنك، ولكن ما إن وصلوا حتى يكتشف تيري أن الدافع وراء سرقة مارتين ليس المال فقط، ويكتشف أن أوراق خطيرة في البنك قد تؤدي لهلاك بعض كبار رجال الدولة. Look at this. 47. Sounds like a good year to me. Oh no. Where'd these come from? You better come clean. Tell us what this is really about. تاني فيلم معانا كويكسينج، فيلم أمريكي صدر 1990. الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب جاي كرونلي. هذا الفيلم على نسبة تقييم 6.8 على شبكة IMDb الشهير، ونسبة تقييم 71% من جانب الجمهور على موقع روتن توميتوز. ويحكي الفيلم عن بعض اللصوص الذين يقومون بسرقة بنك، لكن عند وقت الهروب يتآمر حادث تلو الآخر يمنع هؤلاء اللصوص من الخروج إلى الحرية. ثالث فيلم معانا هيكون فيلم ذا تاون، فيلم أمريكي اتعرض سنة 2010. الفيلم مأخوذ من الرواية للكاتب تشاك هوغين. هذا الفيلم على نسبة تقييم 7.5 على شبكة IMDb الشهير، ونسبة تقييم 85% من جانب الجمهور على موقع روتن توميتوز. الفيلم بيدور حول مجموعة شباب يقومون بسرقة بنك متخفيين ويأخذون فتاة رهينة من عاملات البنك، وبعد هروبهم يتقابل أحدهم مع الفتاة مرة أخرى ويقع في غرامها، ويعرض باقي العصابة للخطر مما يجعلهم يتدخلون لمنع فضحهم. No. Are you in love with me? Yes. She's the one person that can give us the facts. She didn't see anything. Get that in your head. This is the not screwing around crew. So find me something that looks like a print, because this not screwing around thing is about to go both ways. رابع فيلم معانا كياس، فيلم بريطاني اتعرض عام 2005. هذا الفيلم على نسبة تقييم 6.4 على موقع IMDb الشهير. بيحكي الفيلم عن شرطيين بيبحثان حول مجموعة سرقات بنكية. شرطي مخضرم وهو مستاء من مشاركة الشرطي مبتدأ لافتقاره الخبرة اللازمة في التحقيقات، وخاصة إنها مهمة أمام لصوص محترفين، ويساعد الشرطيان شرطي مفصول، وفي النهاية يتبين أنه المخطط الفعلي لجميع سرقات البنوك. To connect the dots is the pattern starting to emerge. خامس فيلم معانا هيكون من نصيب فين بوينت بريك، فيلم أمريكي تعرض سنة 1991، والفيلم هو أحد أفلام محبي الأكشن والمغامرة من نوع الشرطة والتحقيقات، وحاز على نسبة تقييم 7.2 على شبكة IMDb الشهير، ونسبة تقييم 79% من جانب الجمهور على موقع روتن توميتوز. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من اللصوص تقوم بسرقة البنك مرتدين أقنعة عليها أوجه رؤساء أمريكا، وتبحث الشرطة الفيدرالية عنهم ويحاولوا الكشف عن هوية أفراد العصابة، فهل سينجحوا؟
قبل ما نكمل باقي الافلام فياريت لو وصلت لهنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لو اول مره تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناه وتدوس على زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. سادس فيلم معانا هيكون من نصيب فيلم دوج داي افترنون، فيلم امريكي عرض لاول مره عام 1975. الفيلم قصه حقيقيه عن سطو مسلح تم على بنك عام 1972، وحاز الفيلم على نسبه تقييم 8/10 على شبكة IMDb الشهير، ونسبة تقييم 90% من جانب الجمهور على موقع روتن توميتو. وتدور القصة حول شخصين يقومان باحتجاز رهائن في البنك وسرقته، ولكن مع محاصرة الشرطة للبنك هل تنجح عملية السرقة؟ يعتبر فيلم من أحلى الأفلام الأمريكية وأفلام السبعينيات وأفلام الباتشينو على الإطلاق. Entered the First Brooklyn Savings Bank and attempted a robbery. The attempt failed. There's no money here. The police arrived. سابع فيلم معنا هيكون فيلم بوني كلايد، هو فيلم أمريكي تم عرضه سنة 1967 وحاز على نسبة تقييم 7.7/10 على شبكة IMDb الشهير، ونسبة تقييم 88% من جانب الجمهور على موقع روتن توميتوز. تدور قصة الفيلم عن زوجين قرروا الاتجاه للسرقة لسد احتياجاتهم الأسرية في ظل سوء الأحوال الاقتصادية. تامن فيلم معانا هيكون فيلم هيت، فيلم أمريكي اتعرض سنة 1995. هذا الفيلم مع نسبة تقييم 8.3/10 على شبكة IMDb الشهير، ونسبة تقييم 94% من جانب الجمهور على موقع روتن توميتوز. تدور أحداث الفيلم حول لص بارع في سرقة البنوك وسيارات الشرطة والأوراق المهمة ومساومة أصحابها على الأموال، والشرطي البارع الذي يحاول القبض عليه. Keeps me sharp, on the edge, where I gotta be. What if you do got me boxed in, and I gotta put you down? Because no matter what, you will not get in my way. I will not hesitate for a second. تاسع فيلم معانا هيكون فيلم انسايد مان، فيلم أمريكي اتعرض سنة 2006. هذا الفيلم على نسبة تقييم 7.6/10 على شبكة IMDb الشهير، ونسبة تقييم 85% من جانب الجمهور على موقع روتن توميتوز. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من اللصوص يحتجزون رهائن في أحد البنوك ويقومون بسرقة البنك، وتقوم الشرطة بعرض المفاوضات من أجل فك احتجاز الرهائن. You're the hostage negotiator? That's right, Detective Frazier. This is Detective Mitchell. What do you got? Put on one of these suits and these masks. We gotta step back and look at this thing from a distance. Things are not all they appear to be. They heard everything we said. They bugged us. Keep your men back. You planned every inch of this thing right from the start, and you got everybody marching to your beat, including me, and I'm through buying it. What are you doing? Come on, this ain't no bank robbery. الفيلم العاشر والأخير هيكون فيلم فلاي بيبر، فيلم أمريكي اتعرض سنة 2011. هذا الفيلم مع نسبة تقييم 6.3/10 على شبكة IMDb الشهير، ونسبة تقييم 42% من جانب الجمهور على موقع روتن توميتوز. تدور أحداث الفيلم حول شاب يتواجد في بنك ويتم السطو على هذا البنك، فيحاول جاهدا حماية نفسه والعاملين في البنك. Was zum Teufel wollt ihr denn hier? Na was wohl, Mann? Wir rauben die Bank auf. Wenn die uns erschießen wollen, schießen wir zuerst. Guter Plan. وبكده خلصت قائمتنا النهاردة. اكتب لنا كومنت بالفيلم اللي شايف انه رقم 1 في قائمتنا، وايه الافلام اللي اتظلمت وشايف انها كانت تستحق انها تكون في قائمتنا النهاردة. كان معكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.